يبدو أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتجه فعليا نحو اتخاذ قرار الانسحاب من كأس إفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب شهر ديسمبر المقبل. هذا التوجه لم يأتي من فراغ، بل جاء بعد اجتماعات مكثفة داخل أروقة الاتحاد الجزائري، حيث تمت مناقشة التداعيات المحتملة لهذا القرار سواء على المستوى الرياضي أو السياسي. ورغم محاولات الإعلام الجزائري تبرير هذا الخيار كمسألة سيادية، فإن الواقع يشير إلى أن الجزائر ستكون الخاسر الأكبر في حال قررت فعلا الانسحاب. فمن الناحية الرياضية يعتبر المنتخب الجزائري أحد المنتخبات القوية في القارة، وكان يأمل في استعادة هيبته بعد خروجه المبكر من النسختين الماضيتين من البطولة. وبالتالي فإن الغياب عن نسخة 2025 سيؤثر سلبا على تصنيفه الدولي ومكانته في الكرة الإفريقية. أما من الناحية السياسية فإن هذا القرار لن يكون أكثر من خطوة انعزالية أخرى تؤكد استمرار الجزائر في تسييس الرياضة بدلا من الاستفادة منها كجسر لتعزيز الروابط مع الدول الإفريقية. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يفرض عقوبات صارمة على أي منتخب ينسحب من البطولة دون أسباب مقنعة، وقد تواجه الجزائر عقوبات مالية ورياضية مثل الحرمان من المشاركة في النسخة المقبلة أو حتى إقصائها من تصفيات كأس العالم. في المقابل سيكون المغرب المستفيد الأكبر من هذا القرار، حيث ستعزز هذه الخطوة مكانته كمنظم ناجح للبطولة، وستؤكد مرة أخرى عزل الجزائر نفسها عن المحافل الكروية الإفريقية. كما أن غياب الجزائر سيفتح المجال أمام منتخبات أخرى لاغتنام الفرصة والتألق في البطولة، مما يجعل قرار الانسحاب يبدو وكأنه هروب أكثر منه موقفا مبدئيا. حتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي من الاتحاد الجزائري، لكن كل المؤشرات تؤكد أن القرار قيد الدراسة الجدية. الأسابيع القادمة ستكون حاسمة، لكن إن صحت التوقعات فإن الجزائر ستكون قد اختارت مسارا يضرها أكثر مما يخدمها.